الرحيم. طه موسى يحييكم في قناة تعليم الشنط الجلدية. النهاردة مع فكرة جديدة ومنتج جديد، ولكن ممكن نعمله في البيت. أنا بأكد وبكرر، ممكن نعمله في البيت. ليه؟ الخامات بسيطة، العدة بسيطة، الخامة بسيطة، وإن شاء الله نقول إزاي نطلع الاسطمبة للمحفظة ديت. عايزين نعرف عرض وطول المحفظة. العرض دوت 8 سنتي للجيب ده، في 10 سنتي او 11 عشان في تاني، تمام. وطول المحفظة كلها 23 سنتي. طبعا خطوة ان شاء الله ممكن نقولها بالتفصيل بعد كده ازاي اطلع الاسطمبة، ولكن انا طلعت الاسطمبة. الاسطمبة دي دوبلكس او اي ورق مقوى بيتباع في المكتبات. ادي اسطمبة انا كاتب عدد 2 خامة زي البطانة، المقاس 23 9 سنتي. الجزء الثاني عدد 2 خامة زي البطانة 23 في 8. الجزء دوت اللي هو الجيب ده عدد 4 2 بطانة و2 خامة 11 في 8 سنتي. ادي الموديل وهو دوبلكس. الخامة هيت بتاعتنا خامة صغيرة جدا، وان شاء الله هنطلع منها محفظة. مع التفصيل هنتكلم عن معلومات عن التفصيل مهمة لكل مبتدئ. الافضل عشان افصل على ظهر الخامة مش وش الخامة. حد سائل يقول لي ليه؟ لان الخامة جزئين، جزء نسيج، جزء بلاستيك. فالافضل اقطع النسيج قبل البلاستيك، يكون سهل التفصيل. الاول اسطمبة. في التفصيل نبتدي بالكبير الاول، نبتدي بالكبير. اضغط كده وعلى القطر. الضغط بيكون بسيط، مش ضغط جامد. في حاجة مهمة شفتها في فيديوهات سابقة لناس آخرين، لما أجي أفصل بطلع الاسطمبة 2 مللي وأنزل بالتفصيل وانتهي ب 2 مللي. الناحية التانية ابتدي ب 2 مللي وانتهي ب 2 مللي. برضه ببتدي ب 2 مللي وانتهي ب 2 مللي. ليه؟ سؤال وجيه. ايه السبب؟ عشان ولو بفصل الاقي الخامة طلعت سهلة جدا. التفصيل، نتيجة التفصيل سهل جدا، ما بيشبكش في التوب اللي انا مفصله. طيب لو نفرض هنعمل، مش هطلع 2 مللي افصل ومش هنزل تحت 2 مللي، هنشوف العكس هيقول ايه. هنحاول نجرب عكس القانون اللي احنا اتعلمناه. لما اجي اطلع الخامه شابكه في التوب، يبقى انا مهم جدا اطلع ب 2 مللي فوق و2 مللي تحت. بيساعدني على جوده التفصيل. احنا كده خلصنا تفصيل الخامة. احنا محتاجين تفصيل البطانة خامة. احنا هنصنف الخامة، هنفصل البطانة نفس اللي عملناه في الخامة هنعمله في البطانة.
اخر جزء تفصيل البطانة. ما ننساش قواعد التفصيل المتبعة. دلوقتي خلصنا تفصيل الخامة اللي هي الجلد او السكاي. السكاي معناها جلد صناعي مش طبيعي. ادي الاتنين وادي البطانة. دلوقتي هنخش مرحلة التصنيع. مرحلة التصنيع محتاجين عدة بسيطة: مسطرة، شاكوش زي ده أو ده، زنبة ساقية أو زنبة دق، ومساطر وقطر. عدة بسيطة وكلها حمراء. هنبتدي نشتغل في الجيب. الجيب الوحيد اللي هيتنى، الجيب الوحيد اللي هيتخيط والتاني سنتي واحد. هنبتدي نعلم. الجيب التاني، الجيب اللي هو ده، الجيب اللي هو ده الوحيد اللي هو هيتخيط. المحفظة ديت فيها خياطة. أنا لغيت إن شاء الله ألغي الخياطة اللي هي ديت والخياطة اللي هي ديت عشان نسهل للمشاهد، وتبقى المحفظة كلها يدوي إلا دورين خياطة. نرجع للجيب التاني. هنعلم سنتي. علمنا الجيب. دلوقتي هندخل على مرحلة دهان الخامة. ادي الكلة الحمراء. هنبتدي ندهن الخامة لوحدها. كده اخر حاجة في الدهان، وننتظر لحد الكلة لما تنشف.